السلام عليكم، كيف حالكم؟ شنو اموركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم باذن الله رح ننزل معكم طريقه جبنه بوك اللي بيعوا فيها في الاسواق. واحلى يا بنات وابن وارخص وتدير لك تبارك الله كميه. اخديت ايترتين احليب. طبعا خديتها بقري يا بنات، بقر، ما خديتهاش باكو، لا خديته من لبان، شريته. خديت ايترتين وحطيته على النار. طبعا النار نخليه لغاية ما خلاص قريب يغلي، لدرجة الغليان، مش يغلي يبدأ يغلي، لا لدرجة الغليان. تمام. وهذا ليمتين قارصات صغار، طبعا مش كبار، هلبة متوسطات. حلوة يا بنات تبارك الله، والله أحلى من جبنة بوك اللي بيعوا فيها، وأحلى وأبن. وتوا وقت مدرسة يا بنات، واللي عنده صغيرة يديرها لهم حلوة بصراحة، حتى في الفطور تمشي تبارك الله. هنا خلاص وصلت لدرجة الغليان. حطيت الليم ونحرك بالطريقة هذه باش الليم يتجانس مع الحليب. نحركه كويس. خلاص بعد ما حركنا نطفوا عليها النار. طبعا ما نحكي لكمش على البنة، يعني قد ما نقول لكم عليها يا بنات ما شاء الله. هنا خلاص طفيت عليها النار وخليتها شوية حتى 10 دقايق. شوفوا كيف ولت، تكتلت معاي، ولت ما شاء الله. خلاص تو بعد ما تكتلت معاي وخليناها 10 دقايق بعد ما طفينا عليها النار، نصفوها كويس. خديت صفاي ونصفوها. طبعا المية متاعها يا بنات في اللي يعجن فيها في خبزة يدي فيها في الخبزة، عادي جدا. دي بيها فازوات وتقدر تدسيها في الثلاجة، تعجني بيها خبيزة، تعجني بيها بيتزا، عادي جدا. هنا نصفوها من ميتها. والله يا بنات تجربة حلوة، جربوها، ما فيهاش مكونات. هما ايترتين حليب تاخديهم من اللبان خلاص، وليمتين قارصات متوسطات، بحكم ما بلا حلومة ما في عناش منفعة يا بلا حلومة. كيف نديروا جبنة بدون منفعة؟ هذه هي جبنة جنينة مغذية وتبارك الله، بالذات لما تديريها بالحليب هذا مش بحليب الباكو، تجيك أبن. هنا بعد ما صفيتها نحطها في خلاط ونحط عليها ملح. طبعا الملح حسب الرغبة، في اللي ما يحبش الملح عادي ما يديرش ملح، لكن بالنسبة لي نحب بصراحة الجبنة تكون مالحة. بالنسبة لي حطيت كشيك صغير ممسوح ملح. وناخدو يا بنات من المية اللي صفيناها ما يعادل 3/4 كوب، 3/4 كوب مية من اللي صفيناها من الجبنة. هي ميتها، لا درت فيها زيت، لا درت فيها زبدة، لا درت فيها شيء، ملح ومن المية متاعها. ونضربوها كويس في الخلاط ننتوليلي كريمي نفس جبنة بوك. شفتوا البنة متاع جبنة بوك اللي بيعوا فيها هذيك الرويحة اللي ما نعرفش بقداش وما تسدش عيلة. هذه تبارك الله دابت لي الفازو هذا الكبير، ودابت لي تاني فازو صغير، ما شاء الله الكمية. وجدت تبارك الله وتسدك أسبوعين، تقعد لك في الثلاجة لمدة أسبوعين، لأن ما فيهاش مواد حافظة، وتاكليها أنت وصغيرتك على نظافة، على توفير في فلوس، وعلى بنة وتبارك الرحمن. دسيها في ثلاجتك لوطة، طبعا خليها تبرد، ما تغميش الفاز وهو سخون،
خليها تبرد وبعدين حطيها في الثلاجة. كليها مع خبيزة، كليها مع يا ميمتي توست مع الصغار، بريوش. حيب البريوش إبداع. بريوش تديبيه شوية فيها وتديبي عليه شوية عسل. إبداع يا بنات، قد ما نحكي لكم إبداع. خلاص، وهذه هي وصفتنا اليوم. جبنة أبوك اللي درتها بطريقة سهلة وبسيطة وبدون مكونات. وجربوها بنياتي، مش رح تندموا بإذن الله. نتلاقوا في وصفة جديدة مع بلا حلومة كيتشن. تفاعلوا معاي ولايكاتكم طبعا ما تنسوش، وتعليقاتكم عجبتكم وإلا ما عجبتكمش، وشجعونا باش انني ما نفشلش. باقي نقدم لكم ان شاء الله كل يوم وصفة بإذن الله، ونشوفكم على خير بإذن الله. وجربوها مش راح تندموا بنياتي، وسليمتكم.